أصدقائي أحبابي متابعينا في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات فرفوش وأصحابه على قناة أيمن دوت كوم 23. بينا نشوف الحلقة. كوتش، قلت لي بقى أنت اتفرجت على الماتش بتاع الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر، اتفرجت عليه فين؟ اوعى تقول لي شفطورة وبعجورة. لا يا سيدي، اتفرجت على قهوة كمبورة اللي على نصة الشارع دي. في مانع يعني ولا حاجة؟ لا يا كوتش، بس احنا يعني بنستفسر. انا عارف ان انت دايما بتختار الاماكن الراقية عشان تتفرج على الماتش، وبتجيلك دعوات يا سيدي. المشكلة في الماتش ده مش الماتش نفسه، المشكلة في اللي حصل من الزمالك. ازاي الزمالك فرقة كبيرة وتاريخ كبير تنسحب لمجرد ان اللاعب عليه عقوبة ولا معلوش عقوبة؟ ازاي الكلام ده؟ فعلا يا كوتش، حتى شكلنا وحش قوي قدام الناس، يعني يقول علينا ايه. فعلا، والتوقيت كان صعب قوي، كان وقت ضيق جدا، وكويس ان هم اتصرفوا، وكويس كمان يحسب لبيراميدز ان هو وافق في التوقيت الصعب ده. المهم اللي اداء الاهلي في الماتش ده ما عجبنيش. الواد الشناوي عمل احلى شغل وشال كورتين ما يتشالوش، هدفين مؤكدين، ورغم كده بيراميدز عمل ماتش كويس يعني. الا ان التحكيم برضو ما كانش عالي، كان في بعض الاخطاء. هو طبعا يعني عم باتشيكو فاكر نفسه يا ما هنا ما هناك، وانه اتظلم وبتاع، انما لو ركزت في الماتش هتلاقي الاهلي هو اللي اتظلم. لا، والشناوي كمان من فترة ما لعبش ماتش كده بالرزانة والثبات ده. لا حقيقي يستحق يبقى الشناوي سوبر. وانا بتفرج على الماتش حصل موقف بايخ، بس الحمد لله عدت على خير. خير يا كوتش؟ هل كولر ما نفذش تعليماتك ولا حاجة، ولا عمل حاجة تغييرة ما عجبتكش ولا حاجة يا كوتش؟ لا يا سفاه، الواد حمقه وهو شايل المشاريب خبط فيا، وقع المشاريب على البنطلون، اتبهدلت خالص. كنت قعدت بالشورت يا كوتش ووريتهم سيقانك الجميلة. امشي ياض من قدامي، امشي ياض بدل ما اشوطك، يلا.